الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. تستمر اللجنة التحضيرية مؤتمر الحوار الوطني في سوريا في عنادها وصم آذانها أمام الملاحظات والانتقادات والاستمرار في المضي للدور المرسوم لها، وهو طبخ مسرحية هزلية. كيفما اتفق، لأ، مش كيفما اتفق، مخطط لها ومكتوب السيناريو والمخرج والمنتج كمان، ومطلوب أكبر عدد ممكن من الكومبارس لكي يمثلوا أدوارهم، وما أسند إليهم من أدوار سواء رئيسية أو هامشية. كلامي هذا يتعلق بما حصل، وعلى يفترض أنه الاستماع إلى مكونات أو أهالي أو ممثلي المحافظات الشرقية أو منطقة شرق الفرات، جرى سلق ما شاهدتموه، للخروج بتوصيات وبمقترحات لا تختلف كثيرا، أو تكاد تكون متطابقة مع التوجه العام، وعلى أساس أنه التوجه العام للجنة التحضيرية أو لما هو مرسوم للجنة التحضيرية، على أساس أنه ما سينتج لاحقا هو نزولا عند رغبات الأهالي، وبعد استماع ومناقشات ومداولات مع ممثلي المنطقة أو نخبها من الشعراء والأدباء والمفكرين والتكنوقراط ورؤساء العشائر، مثل ما صرح السيد حسن الدغيم سابقا، وعلقت على تصريحاته في فيديو سابق. مجمل التفاصيل تشي بما سيأتي لاحقا، والإصرار والعناد والتناحة في عدم الإنصات لآراء الناس، للانتقادات، أو الأخذ ولو ب 50% أو 30 أو 40% من هذه الملاحظات والانتقادات. ليس من الحكمة في شيء عدم الاستماع للآراء الناقدة. هم من اشتقاقات النظام البعثي السابق، خليط من البعثيين السابقين والإسلاميين الحاليين، اعتادوا على الموضوع هذا، وبالتالي استبعاد القوى الكردية كممثلة للمزاج الكردي في سوريا، الشارع الكردي، للنخب الكردية، مستمر، مش بس على مستوى استبعاد قسد ومجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية، لا، تجاوز الموضوع لاستبعاد كل تعبيرات الطيف السياسي الكردي في سوريا. المجلس الوطني الكردي بما يمثله من وزن سياسي وعسكري أيضا، وأحزاب سياسية كردية أخرى، أندية ثقافية ومنظمات مجتمع مدني واتحادات ونقابات تمثل المثقفين الكرد في سوريا، لم يصار إلى مخاطبتهم بشكل رسمي. حسب ما اطلاعي، أنا لم أرى أنه الاتحاد العام للصحفيين والكتاب الكرد لم يصار إلى تبليغهم أو توجيه الدعوة إليهم، أو الاتحاد الكتاب الكرد. ومجمل هذه التفصيلات الموجودة في
الشمال السوري، حتى على مستوى مزاعم وادعاءات حسن الدغيم في أنه من يمثل هذا الحوار سيكون يعني المثقفين والأدباء والشعراء وكذا التفاصيل. أنا لم أرى أنه يعني توجيه الدعوة إلى الأندية الثقافية، إلى الاتحادات والروابط الثقافية الكردية في سوريا. إذا هنالك مش بس يعني هو يتبرأ من تهمة الإقصاء، هو متلبس وهو مدان بتهمة الإقصاء. يعني يعني ولأن الشيء بالشيء يذكر، يعني أريد أن أعلق على هذه النقطة من حيث الوزن والحجم والتسليح. قوات سوريا الديمقراطية حسب يعني الأرقام أنه ما بين 70 إلى 100 ألف إن لم يكونوا أكثر، يعني مقاتل ومقاتلة من الكرد والعرب موجودين ومنضوين تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية. يعني القوام قوام جيش، لكن هذه القوات لم تطلق على نفسها اسم جيش على زمن النظام السابق وعلى زمن النظام الحالي، رغم أنه حجم هذه القوات يفوق حجم تنظيم جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام اللي يرأسها حاليا وسابقا يعني السيد أحمد الشرع. وحجم هذه القوات تتجاوز كل ميليشيات الجيش الوطني، ومع ذلك هذه القوى أو هذا التشكيل العسكري لم يطلق على نفسه جيش سوريا الديمقراطية. يعني على زمن فرنسا جيش فرنسا الحر لم يصار إلى إطلاق هكذا توصيف الجيش. بالرغم يعني أو بالرغم من أنه فصائل المعارضة السورية سابقا والإسلامية، جيش الإسلام وجيش الرسول وجيش الشرقية وجيش التحرير وكل يعني 5 6 10 100 200 كانوا بيسموا أنفسهم جيش، عبارة عن يعني مجاميع و ميليشيات ذات طابع ميليشياوي غير منظمة، فبيطلقوا على أنفسهم جيش، في حين أنه التشكيل العسكري الأكبر في سوريا لم يطلق على نفسه حتى هذه اللحظة وصف الجيش، وهو يستحق يعني هذا الوصف يعني قياسا بالعدة والعتاد والدعم. فالجيش الوطني اللي كان حسن الدغيم بيشتغل معه كموجه سياسي وديني وهيك قصص، يعني هو عبارة عن ميليشيات. هذه الميليشيات يعني لم تندمج داخل ذلك الجيش الوطني، وهي لم تندمج حتى هذه اللحظة. والجيش الوطني أصلا يعني لا أعلم أن كان هنالك قرار بحله بشكل رسمي، بيانات رسمية. الجيش الوطني التابع للائتلاف هل قام بحل نفسه نهائيا واندمج في وزارة الدفاع بشكل رسمي؟ ممكن، لكن على هيئته السابقة والحالية الجيش كان فصائلي، وما في شيء اسمه جيش تنضوي تحته فصائل يعني ميليشيات. ومع ذلك سموا أنفسهم جيش وطني، في حين أنه قوات سوريا الديمقراطية اللي قوامها جيش لم تطلق على نفسها اسم جيش، ومتهمين بالانفصال والقصص اللي انتم تعرفوها. مهم السؤال يعني اللي يتبادر للذهن قياسا على ما يجري حاليا في سوريا في دمشق في المحافظات والسلطة الجديدة، آليات تعاطي السلطة الجديدة مع
الكرد ومع القضية الكردية ومع الملف الكردي. السؤال الذي يتبادر للذهن: لماذا الأكراد قبل إسقاط النظام منذ 2012 منذ 2011 كانوا مصرين على أن تتضمن وثائق المعارضة السورية الاعتراف بوجود الشعب الكردي، الإقرار بوجود القضية الكردية، الإقرار بالسعي نحو حل عادل وديمقراطي ووطني للقضية الكردية في سوريا؟ وأطراف المعارضة كانت راكبة رأسها وتقول لا، هذا كلام حق لكن ليس الآن بعد إسقاط النظام. هذا كلام حق ونحن مع الأخوة الأكراد وأخوتنا ومظلوميتكم هي مظلوميتنا. ويعني وأحيانا البعض كان يقال كلنا انظلمنا، كلنا جرى إقصاءنا ومن هالحكي، فلا تبالغوا وصاروا يطعنوا ويشككوا في المظلومية الكردية لكي نصل إلى يومنا هذا. والأكراد والكرد والحركة السياسية والنخب الكردية كانوا مصرين أن الموضوع إذا أخضع للديمقراطية، هذه الديمقراطية سيصار التحكم بها من قبل يعني تيارات سياسية معينة، والنتائج ما بدكم ديمقراطية، أي ديمقراطية وبطريقة ديمقراطية ومنطق الأغلبية سيصار إلى ترتيب أوضاع البلد وفق مشيئة أحمد الشرع أو مشيئة حسن الدغيم ومن يقف يعني خلف النظام السوري الجديد، بمعنى إعادة إنتاج سوريا البعث، سوريا الأسد بطريقة جديدة يعني، ويبقى الوضع على ما هو عليه، والكرد خارج حسابات ترتيبات الدولة، ودائما ينظر إليهم على أنهم يطلبون التميز. لك شو تميز؟ إذا حدا عنده شوية عقل وطني ووعي وطني ومقتنع بالقوانين والشرائع الدولية راح يعرف أن الكرد يريدون الاندماج بخصوصيتهم بهويتهم بضمانات تضمن وتعترف بوجودهم القومي داخل البلاد، وهم بذلك يتنازلون مش انه بيرفعوا سقف المطالب، لا، سقف المطالب تبع الكرد يحدده القانون الدولي. اللي بيفهم بالقانون الدولي وقاتل لي حاله يعني بالإحصائيات والأرقام لاستهداف الوجود الكردي وما يبتنى على هذا الوجود أصولا وعرفا وقانونا من استحقاقات وطنية وديمقراطية داخل دمشق، مش بس داخل القامشلي. يعني هذا واضح، يعني الكرد في حال يعني طالبوا بالحكم الذاتي، فهذا تنازل وطني وديمقراطي من الكرد للحفاظ على سوريا. هذا تنازل، لازم نفهم الموضوع يعني في سياقه الحقيقي والقانوني والوطني والديمقراطي على هذا النحو. مليونين بني آدم عايشين في هذا البلد قبل ما يتولد هذا البلد وقبل ما يحكموا ولد، وبعدين يجي يحكموا واحد تاني في سن شوي أكبر يعني، ويحكموا حسن الدغيم ومن على شاكلة حسن الدغيم. بلد، هالبلد الكرد موجودون فيه منذ يعني قبل الإسلام. الإسلام دخل هذه البلاد والكرد موجودين على هذه الأرض. فالكرد عندما يطالبون بالفيدرالية في العراق فهم يتنازلون عن حقهم في الاستقلال، عندما يطالبون بالحكم الذاتي في سوريا فهم يتنازلون عن حقهم في الفيدرالية. هي لازم تفهموها وتحترموها. إذا كان عندكم شوي ذرة من الوعي الوطني والسلوك الوطني والتعامل الوطني مع القضايا الوطنية ومع حقائق هذا البلد. عندما كان الكرد
الكرد بيعرفوا، عندهم تجربة مريرة بالوعود الكاذبة، وعود أتاتورك الكاذبة، ووعود السلطات السورية الكاذبة، ووعود المعارضة السورية الكاذبة. بشق النفس استطاع المجلس الوطني إبرام اتفاق مع الائتلاف، والمجلس والائتلاف لم يحترم، وانتهك عشرات المرات الاتفاق المبرم مع المجلس الوطني الكردي آنذاك، ومع ذلك استمر المجلس الوطني حتى اللحظات الأخيرة، وترك الائتلاف في وقت يعني ما عاد هنالك نفع لعملية الترك، يعني ما عاد هنالك يعني فائدة لعملية التخلي عن الائتلاف الوطني المدعوم من تركيا، يعني في الوقت مش بدل الضائع، في الوقت الضائع وفي الوقت اللي ما عاد ينفع يعني. فالكرد كانوا مصرين، لأنه الكرد بيعرفوا جربنا المعارضة العراقية في العراق، في لندن، ومؤتمرات لندن ومؤتمرات أربيل، الكل كانوا مع الفيدرالية، وبعد سقوط صدام حسين الكل نكث لولا الأمريكيين. لا يعني فلول المعارضة العراقية لكانوا يعني ابتلعوا كردستان قبل ابتلاع داعش، أو مساعي داعش لابتلاع كردستان، ونكثوا بالعهود والوعود، وهن عاشوا في كردستان وعاشوا في كنف المعارضة الكردية العراقية. فصائل المعارضة اللي حاليا هم اللي بيحكموا المجلس الإسلامي الأعلى للثورة الإسلامية، وحزب الدعوة، والتيارات اليسارية والقومية والإسلامية العراقية اللي كانت مدعومة من الحركة الوطنية الكردية. ويعني هذه الحركة الوطنية الكردية رعت المعارضة العربية السنية والشيعية على زمن صدام حسين. هذه المعارضة عندما وصلت للسلطة انقلبت على داعميها الكرد، والكل صار يزايد إسرائيل الثانية، والكل صار أبو القدس، والكل صار بفيلق القدس. نحن عرفنا يعني الكرد عاينوا وعايشوا الغدر في العراق. يعني الميليشيا التي تحكم الآن، أو القوى التي تحكم الآن العراق، هم يعني الولائيين والتوابين. أنتم تعرفون شنو التوابين؟ يعني العراقيين يعرفوا من هم التوابون، الذين كانوا عراقيين ويقاتلون في الجيش الإيراني، الجيش العراقي، والآن هم الحكام ويسرحون ويمرحون في العراق، وينهبون أموال العراق بالمليارات، مثل ما نهب أسرة صدام التكريتي العراق ل3 عقود ونصف. الآن هذه فيلق بدر والحشد والأعرجي والخزعلي وكل هؤلاء الآن هم يعني نفس النماذج موجودة الآن. يعني للعراق أيضا حسن الدغيم موجود في العراق، يعني بيحط عمامة شيعية مش سني، بيحط عمامة نفس العقلية نفس الذهنية يعني، وربما يعني يكون أحسن من حسن الدغيم، لأنه الآن في الدستور العراقي منطقة كردستان العراق هي إقليم فيدرالي معترف فيه إقليميا ودوليا. إذن الآن يصار إلى ترتيب سوريا تشبه العراق. يعني اللي يحكمها في سوريا هم السنة، أهل السنة والجماعة، والجماعات المسلحة اللي كانت يعني بكل الأشكال، من الرئيس وانت طالع، يعني كانوا مع
صدام حسين والقوى المعارضة للفصائل الشيعية الحالية، المقاومة العراقية، حاليا هم حكام دمشق يعني. ويصار إلى تحييد وتجريد الكرد من أي حضور فاعل ووازن ومؤثر في عملية ترتيب وبناء الدولة، بناء الجيش، بناء المؤسسات، بناء سلطات الدولة. ويعني يخامرني ظن أنه لو أن إسرائيل لم تدمر سلاح الجيش السوري لكان الآن هنالك استخدام لهذه الأسلحة ليس ضد إسرائيل إنما ضد قسد ضد الكرد في سوريا، مثل ما استخدموها في عفرين ضد الكرد وهو سلاح تركي، ويعني كان سيكون بحوزتهم طيران ودبابات وأسلحة النظام السوري السابق، و يعني يستخدمونها ضد الكرد. أنا لا أقول يعني أنه رب ضارة نافعة، لا أبدا، يعني أنا ضد استهداف إسرائيل للجيش السوري. هاي مقدرات سوريا، مقدرات البلد إن كان يحكمها بشار الأسد أو أحمد الشرع. أنا ضد هالموضوع، بالعكس هم الآن يعني خطابهم ضد قسد وضد الكرد يعني من العدوانية بمكان ما يتفوق على خطابهم ضد إسرائيل. هم يتجاهلون، يقولون يعني أنه مسألة قوى كبرى وليس في مقدورهم مواجهة إسرائيل وكل القصص هي. نعم هذا كلام صحيح، لكن على المستوى النظري، على المستوى السياسي يعني أضعف الإيمان. نحن ما يعني أنا لم أقل أنه أن يسوقوا الجحافل ويفتحوا الجبهات ضد إسرائيل، لا، لكن أن يكونوا حريصين على ضم أو لا أقول ضم الجولان، المناطق الأخرى المضافة التي احتلتها إسرائيل مؤخرا أكثر من حرصهم على المناطق اللي تحت سلطة قسد، وهي مناطق سورية مرفوع فيها العلم السوري، موجود فيها العرب، يعني أصلا لا مجال للمقارنة المناطق اللي تحت سلطة قسد بالمناطق التي تحت سلطة الإسرائيليين، وهم صم عمي بكم أمام الاحتلال الإسرائيلي، لكن عيون على 10/10، ألسنة 10/10 في مواجهة ما هو جزء من سوريا شعبا وأرضا. شوفوا المفارقة والغرابة، بتجي بتواجههم بهذه الحقيقة يعني يتهربوا وفورا يطلقوا عليك اتهامات انفصالي متطرف راديكالي ضد المرحلة ولا يريد الخير للبلد. مش أنا اللي أريد الخير للبلد، مش أنتم. فتجارب الكرد مع الوعود الوردية مريرة وفاشلة، مع أتاتورك، مع الخميني اللي كان يقول نفس كلام جماعات المعارضة السورية سابقا: دعونا نسقط الشاه وفيما بعد يعني سنمنح الكرد حقوقهم العادلة والديمقراطية. وكذب الخميني بعد إسقاط الشاه واستقرار الحكم واستتباب الحكم، انقلب الخميني على كل حلفائه، على اليساريين. أصلا الثورة الإيرانية على نظام الشاه كانت ثورة وطنية، فيها اليساري والشيوعي والليبرالي والقومي والكردي والفارسي والعربي، لكن سواها الخميني دولة إسلامية شيعية طائفية مذهبية وولاية الفقيه. وأخشى مما أخشى أن سوريا أيضا يعني
في هذا الطريق. خميني بنسخة سنية، يعني هذه مخاوف ينبغي علي ومن حقي أيضا الإفصاح عنها، وفي تقديري أنه الكرد ينبغي أن يكونوا عنيدين، أن يكونوا مع الحوار حتى آخر نقطة، لكن ويكونوا مرنين كمان ومستعدين للتنازلات. وأعتقد أن الكرد مستعدين للمرونة وللتنازلات، سواء على جبهة قسد أو على جبهة المجلس الوطني الكردي. لكن هذه التنازلات أيضا ينبغي أن تكون ضمن المعقول، ضمن الحدود اللي تضمن يعني الهوية القومية وتحمي الهوية القومية. ويعني موقف الكرد موقف قوي وليس موقف ضعيف، يعني يجبرهم على تنازلات يعني تتجاوز الخطوط الحمراء فيما يتعلق بالملف الكردي، يعني وهذا حقهم. فهذا العناد اللي بنشوفه لدى سلطة دمشق واللي بيرتبوا للحوار، هذا مش اسمه حوار وطني مع احترامي، يعني هذا اسمه خوار وطني، يعني نقطة فوق الحاء، مع إقصاء الأرمن والسريان والأكراد والتركمان والشركس ومكونات الشعب السوري والدروز والعلويين والإسماعيليين والمرشدين واللادينيين، مع إقصاء هذه التكوينات اللي تشكل النسيج الاجتماعي السوري. هذا ما اسمه حوار وطني أبدا. المشكل أنه هنالك سعي حثيث ومستميت وعناد في هذا الخصوص، ينبغي أن يقابل بالعناد الكردي المعروف عند العرب، يعني تنة. ينبغي أن يكون هنالك عناد كردي وإصرار كردي، مثلما كان الكرد بذلك الإصرار في مواجهة المعارضة عندما كانت معارضة. ينبغي أن يكون هذا الإصرار مستمرا مع مرونة سياسية، مع مرونة وطنية. وهذه المعارضة حاليا هي المستلمة للسلطة، فمن لم يمنحك حقك في المعارضة لن يمنحك حقك وهو في السلطة إذا كنت تشتوشا ومرنا ومحزوزا أبدا. الكرد قوتهم في توحدهم، توحد خطابهم السياسي، توحد خطابهم الثقافي، وموقفهم قوي أخلاقيا وسياسيا وعسكريا ونظريا وتاريخيا ووثائقيا وعلى كل الأصعدة. والخصم موقفه ضعيف قانونيا ووطنيا وديمقراطيا وأخلاقيا وعلى كل الأصعدة. فلا يوجد هنالك شيء يجبر الكرد على يعني إبداء التنازلات التي لا يستحقها الطرف الآخر. مع يعني عندما نجد في الطرف الآخر ليونة ومرونة وحسن نوايا وإرادة، يعني التوافقات الوطنية والتنازلات الوطنية لكي يعني لإنقاذ البلد وتأسيس البلد، كل الأطراف ينبغي أن تتنازل لبعضها البعض. مش مطلوب من الكرد أن يكون التنازل فقط من الكرد، لا، دمشق أيضا ينبغي أن تتنازل عن تركة النظام السابق ولا تستمر فيه. تركة النظام السابق في التعامل مع القضية الكردية، في التعامل مع الشعب الكردي، نبني حقوق المواطن والكلام المطاطي والكلام الفضفاض، هذا شبعنا منه لما كنتوا جالسين على مقاعد المعارضة، مش جالسين في قصر الشعب والمؤسسات السيادية لسوريا. هذا الكلام المنمق على الصعيد الشخصي
أنا يعني بحط تحته 100 خط وعلى طرفيه 1000 قوس وعلامات استفهام، ولا يمكن أن أصدقه إلا بإجراءات عملية فعلية وإصلاحات دستورية حقيقية تضمن للكل حقوقهم، السرياني قبل الكردي والكردي قبل الأرمني والأرمني قبل السرياني وهكذا. عدا عن ذلك يعني احترام خصوصيات المذاهب والطوائف السورية، أي تجاهل أي قفز من فوق هذه المعطيات التاريخية والوطنية والديمقراطية ويعني سير نحو المجهول وأخذ للبلاد إلى منحدرات لا تستحقها. يعني هذا من جهة. من جهة أخرى يعني في شيء هيك في التركيبة السورية غريبة. يعني هدلون المثقفين والنخب والإعلاميين المنتشرين يعني نازلين مدائح نبوية بأحمد الشرع، يعني بيسألوا حالهم أنه هل المستشار الألماني يعني في على زمن أنجيلا ميركل يعني عدد الأغاني أو مستويات التبجيل والتقديس والمدائح التي حظيت بها أنجيلا ميركل ما في. الرئيس الأمريكي السابق والحالي أغاني ومدائح التي تكال له في الإعلام الأمريكي بما يشبه ويوازي المدائح التي تكال لأحمد الشرع. يعني شيء مقزز. كرهونا في الزلمة قد ما بيمدحوا فيه قد ما بينفخوا فيه. الزلمة لسه ما شفنا خيره من شره، ما شفنا خيره من شره لحتى نقول نمدح. يحكي كلام طيب متوازن مرن، نعم أهلا وسهلا، لكن الأفعال ماذا عن الأفعال؟ شرعا وأصولا الفعل قبل القول، يعني وفي القانون في كل الشرائع الدينية والدنيوية. يعني ما شفنا خيره من شره ونازلين مدائح. يعني شوي تاني يعني راح يطلع لك واحد ويقول نفس مدائح محمد مهدي الجواهري لحافظ الأسد عندما كان يقول الجواهري على شاشات التلفزة وفي المنابر: سلاما أيها الأسد، سلمت ويسلم البلد وتسلم أمة فخرت بأنك خير من تلد أو فخر من تلد. يرجع يقول: سلاما أيها الشرع، سلمت ويسلم الزرع وتسلم أمة فخرت بأنك خير من تدعو. يطلع أنس الدغيم مثلا، لنفترض يعني مع احترامي للشاعر أنس الدغيم، أنه يطرح قصيدة عصماء في مديح أحمد الشرع، بس يعني حاجة مش لهالدرجة، مش لهالدرجة. يعني هذه المدائح اللي يستحقها الشرع عندما نجد أفعاله أنه بالفعل خدم البلد، بالفعل يعني احترم الدستور واحترم القسم واحترم البلد وأنقذ هذه البلاد، يستحق. لكن أن لا يكون يعني رئيسا آبدا علينا إذا حقق نجاحات، لا، سوريا بإمكانها ولديها يعني من الكفاءات والقدرات على أن يحكمها رئيس غير أحمد الشرع مهما كان بطلا، يعني أو خدوما ومخلصا في عمله ويعني كفؤا وعلى قدر العزم والقسم اللي أقسمه أمام السوريين على نفسه أنه يخدم هالبلد. ما في داعي هل استزلام وهل استرخاص يعني للذات وللسوريين. يعني عيب المدائح. يعني يطلع لي واحد مثل ما كان يمدح صدام حسين ياس خضر بأغانيه: سيدي قد أنت رائع سيدي، ويقول هل ما يشبه هذه الأغاني في أحمد الشرع؟ بطلوها هاي العادة البعثية العفنة النتنة، بطلوها.
رئيس الجمهورية هو خادم عند الشعب، خادم عند الدولة، موظف عند الشعب، موظف عند الدولة، بياخذ راتبه من كيس الشعب، من أموال الشعب. عيب، حاجة، بطلوا هالأسلوب المدائحي وهالتنفيخ التطبيل والتزمير يعني. ما بدنا بشار أسد تاني، إجا هيك مسكين ولطيف وكيوت وبعدين بلشوا ينفخوا فيه، بلشوا يعني يطبلوا ويزمروا. هذا السلوك هي الكولكة بطلوها. تعودوا على النقد مع الاحترام، مع التقدير والحفاظ على حق النقد. توقفوا عن ذهنية الاستسلام واسترخاص الذات وتقديس وتوثين القادة والزعماء والرؤساء وهم مؤقتون يعني. هي لن تبني دولة وطنية بهالثقافة، بهالكولتور، بهالعادات والأعراف والتقاليد البعثية. لن تبنوا دولة وطنية، ولن تجلبوا رئيسا وطنيا، وراح تقتلوا الحس الوطني عند الزلمة. السلوك بهي المدائح راح المجانية والرخيصة يعني راح تتلفوا الزلمة وتحولوه من إنسان وطني عادي يعني يريد أن يخدم بلده إلى طاغية ودكتاتور. هذا كمان يعني سلوك مشين ومعيب. أنا ما بالعالم ما في هيك شيء. حتى الموجودين في البلدان الأوروبية منذ 10 سنوات أو من 15 سنة أو من 20 سنة، شوفون أحيانا هيك بينزلقوا لك. حتى الموجودين في تركيا يعني، إذا أردوغان صار له من 23 سنة عم يخدم بلده، وهم زعيمكم المفدى. سووا إحصاء في الأغاني التي دبجت في أردوغان، ما يعني يمكن معدودة يعني، وتظهر في فترة الانتخابات. انتوا هلا شوي تاني وراح تبلشوا اغاني وصيحات وهوسات وما بعرف شو، يطلع لك علي الديك وما بعرف مين ويبلش يطالع اغاني. وطالعوا الجولاني واحمد الشرع وما بعرف شو. عيب هذا السلوك، عيب. بس بطلوا هالسلوك البعثي العفن النتن اللي في مدح الزعماء والرؤساء والقادة والوزراء والما بعرف شو. أكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء في موضوع آخر. دمتم بألف خير.